من مين؟ انت اللي بتجري من مين؟ انا عارف انا بجري من مين. انا عارف موقعة اللوث والخزرج اللي انا وقعت فيها دي. انت هتحكي لي قصه حياتك؟ احنا ما عندناش وقت، هنروح فين؟ يلا من هنا يلا شيل من هنا. هننط لا انت بتهزر. يلا من هنا. يا نهار اسود، استنى شويه استنى شويه. يا ربي يا رب، ايدك يلا بسرعة. يا نهار اسود. امسكي نفسك امسكي نفسك. ما راح نترك المستشفى غير لما نجيب ابن النواوي. ورايا مين ده شيبوب ده رجع تاني؟ ارمحوا يا رجال. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ استنى خدني معاك. تاني؟ امشي انت بتجري من مين؟ الله، هيقتلوك لو فضلت ثانيه تانية كمان هنا. يلا بسرعه. وانت بتجري من شيبوب ده برضه؟ يلا امشي بقى. دي كفرة قريش اللي بيطردونا دول. انا مش هتحرك ولا خطوه زياده الا لما افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، ومين اللي بيجروا وراك دول، وانت مين اصلا. يا دماغي. في ايه مالك؟ مش عارفه، حاسه بدوخه جامده قوي. طب خلي راسك على فوق، خلي راسك على فوق كده. تحبي اوديكي مستشفى؟ لا مستشفى ده ايه؟ لا، انا ممكن اوصف لك عنوان توصلني ليه، وده اخر طلب. اوعدك، انا عارفه ان انت تعبتك معايا، بس ده اخر طلب. وعد. انا ما عملتش حاجه. يلا حسب الله ونعم الوكيل. انا ما عملتش حاجه. يلا بينا. انا شفت السحن دي فين قبل كده. وانت يا حضرة ايه اللي موقفك هنا؟ نعم؟ ايه اللي موقفك هنا؟ واقف يعني الهانم بس دايخه شويه يعني واقف حبه. طب بعد اذنك الرخص. ماشي يا دكتور، يا ريت تفضل من هنا عشان الحته دي مقطوعه. شفتها فين انا قبل كده دي؟ نعم؟ ها؟ لا. الناس الغريبة دي. قلت لي انت مين؟ انت قصدي عايز تروحي فين؟ انا حذرتكم كذا مره مفيش حد فيكم اتحرك، محدش يلومني على اللي حصل. تبقي اكيد اتجننتي رسمي. انت عارفه اللي انت عملتيه دوت ممكن يعمل لي ايه؟ يهد تاريخي كله. تاريخ ايه وجغرافيه ايه؟ هي هتهد مستقبلك اللي جاي. مفيش تاريخ بيتهد بمجرد ما تقال الحقيقه، انما المستقبل بقى في كلام تاني يا سياده الرئيس. انت بتخرفي تقولي ايه؟ انا بقيت اخرف مجنونه، ناقص ايه تاني؟ عادي يعني. ناقص انك تتربي وتتعلمي الاصول وتعرفي قيمه اللي باباكي بيعمله ليكي ولينا وللبلد كلها. ما بلاش يا مامي الكلام الانترفيوهات ده، احنا هنا في البيت مش على المنصه. هي حصلت قله الادب كمان؟ من فضلك يا ميار، الكلام اللي انت بتقوليه ده له معاني انا مش قادر استوعبها. انت عايزه توصلي لايه؟ انا اسفه يا بابي مش قصدي، بس مامي هي اللي من الاول مامي بتعاتبك على غلطه انت عاملاها. انا ما عملتش حاجه غلط، انا قلت اللي حصل. والنبي مش مكسوفه من نفسك، رايحه تعترفي ان في واحد كان بايت عندك في الاوضه من ورانا يا بجحه. انا ما كنتش متصور انك هتحرجي نفسك وتحرجينا كلنا وتحطينا في الموقف ده. انت بتعملي كده ليه؟ وليه مصره تكسريني؟ علشان ما بقتش مصدقاك. هنا من فضلك لو سمحت. هنا؟ ايوه. بس هنا من فضلك لو سمحت دي حسيت انك كانت فعلا بنديره يعني. حسيت انك واخده تاكسي يعني من هم ابيض واسود حتى مش تكاسي البيض. صح زي ما انت. اتفضلي على السلامة. ميرسي جدا. تحت امرك. بجد مش عارفه اشكرك ازاي على اللي عملته معايا الليله. تشكريني بانك تقولي لي اسمك ورقم تليفونك وهشوفك امتى تاني. اسمي لمار. وانا اسمي الدكتور عمر النواوي، دكتور نسا. عمر النواوي.
عمر النواوي؟ اه. هو انت؟ ايه ده وانا مشهور قوي كده انا مش واخد بالي؟ دلوقتي بس عرفت انت كنت بتجري من مين. قبيله الاوس والخزرج اللي اعلنوا عليا الحرب دول، ده انا لسه يا دوب بقول اسمي لقيت لا 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 وجت سراقه ابن شيبوب ده جري ورايا. طب انت ايه اللي كان موديك عندهم؟ انا مش فاهمه. انا مش رايح لهم اصلا، انا رايح اطمن على واحده حتى ما اعرفش اسمها ايه، كل اللي اعرفه نمره اوضتها. ولما انت ما تعرفش اسمها اصلا ايه رحت عندها تعمل ايه؟ انا رايح ابرق ذمتي، كنت رايح افهمها ان الحادثه اللي حصلت لها بعربيتي انا ماليش دخل بيها، لا سايق العربيه ولا كانت معايا اصلا العربيه. لقيت نفسي ما كنتش متوقع طبعا انه هيحصل كده. تحكي على ايه؟ لا مفيش، بكره هتعرف. طب ايه ايه في ايه؟ ايه انت اللي انا ايه؟ قصدي يعني ايه، صلي على النبي، انا ما قصدتش حاجه يعني. ما قلناش هنتقابل تاني ازاي مثلا؟ انا شايفه بقى ان مش من مصلحتك خالص ان احنا نتقابل تاني. طب ليه؟ ما قلنا مش من مصلحتك خالص، وبكره هتعرف. تصبح على خير يا دكتور. ولا فاهم حاجه في اي حاجه. اطفح بالسم الهاري حرونار في جبتتك. جرى ايه يا بنتي يا هنادي؟ لو انت هتسممي لنا اللقمه اللي انت مسلكاها اهي. ما انت ما بيتمرش فيك، عمال اسرق لك اشي فراخ وشي باميه وشي رز وشي كيكه وانت البعيد ما بتحسش. لا وبايونير. بايونير اسمها مايونيز يا جاهل. بص جوه بقى شويه وخليك معايا كده. ابص جوه؟ ده يا بنت اللي بيبص لك جوه محتاج نضاره معظمه، مالكيش مالكه يا بنت، صبه خرساني معتقه. خليك ملقح كده زي لوح العجين لحد ما تجلد. ايه ده؟ ايه دي؟ استني بقى اما نشوف مين ده. الله الله، ايه ده؟ مالك حافظ؟ يا لهوي ده متشلفط على الاخر. الحي يا ستي يا ستتينا. يا خرابي هاتوا. في ناس حطوه في العربيه واديله فلوس وقالوا لي على العنوان ده. يا نهار اسود. تعالى يا حافظ تعالى على مهلك يا اخويا. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. اسندي معايا يا بنتي يا هنادي. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ايه ده؟ يا ساتر. امسك نفسك امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب القله حاسب القله. ربنا ستر. حاسب. ايه اللي عمل في وشك كده يا عمي؟ ايه ده جبتوه منين؟ كان لوحده مع الناس اللي سابوه. طيب اتفضل انت اتفضل. لا ما تودونيش الخرابه. خرابه ايه؟ اللهم احفظنا يا فيها خرابه. امشي يا بيه امشي. تعال بقول لك ايه يا عمي. عمر فين؟ في الخرابه. بابا هاتوا وراه. حاضر يا ست. يلا يا صحاب. لا رايح يعمل هو ده مسكر ولا ايه؟ كسر ايدك. تعالي يا بنت هنا يا بنت. عايزه ايه يا وليه؟ انت جايه يا بنت في ايه يا بنت؟ بقول لك ايه يا بنت؟ ايه القلاجه اللي انت فيها دي؟ شكلك كده جايه استغفر الله العظيم. بقول لكم ايه؟ استعيذ كده من الشيطان ولفوا وحطوا مكان ما جيتوا، ولا عشمانه في حاجه تيجي لي يا حبيبتي وانا اخد لها دقنها شمال ويمين. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني انت دايما كده واجع قلبي عليك من ساعه ما التليفونات دي اتعملت، يا اما الرقم غير متاح يا اما التليفون بيضرب ومحدش بيرد. رحت فين يا عمر بس؟ دايما كده شاغلني عليك وجع قلبي. ايه ده؟ بت مالك فيكي ايه؟ في ايه يا بت؟ مالك؟ مفيش حاجه يا ستي، تحت امرك. تحت امري ايه؟ انت بتعيطي؟ ده انا عينيا وجعاني بس. عينيك وجعاكي يا بت؟ يا بت ده انا اللي مربياكي يا بت. فيكي ايه؟ اقعدي ترزي احكي لي ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يا ستي، مخنوقه شويه بس. مخنوقه ايه؟ ده انا اللي هتخنق من اهلك. قولي لي يا بت، حد من اهلك من البلد جه وزعلك ولا حاجه؟ وانا بشوف وشهم غير عشان ياخدوا الماهيه. امال مالك؟ بت انت يا بت انا ابتديت اتخنق. مفيش حاجه يا ستي، صعبان عليا نفسي. صعبان عليكي نفسك يعني ايه؟ نفسي انا ابقى زي كل البنات. زي كل البنات يعني ايه؟ زيهم يعني. نيلك يا بت. يا بنت عايزه تتجوزي يا بت؟ منين يا حسنة؟ ماما اخواتي كل شهر يجي ياخدوا القرشين، ولما اقول لهم هاتوا حاجه يقولوا لي انتي عايشه بلقمتك. انت يا بنت عبيطه ولا ايه؟ يا بنت المرتب اللي انا بديه لهم ده هو ده مرتبك بجد؟ ده انا بديهم بس يا دوب عشان يسدوا بقهم، لكن انت عارفه جهازك وبيتك وكله ده عندي.
انا مش قايله لك كده من وانت صغيره، ده انت عندي يا بنت من وانت عندك 5 سنين. ولما يجي المهفوف على دماغه ويتشك في عقله علشان يطلبك ويتنايل يتجوزك، والنبي ده انا مش بصي هجيب لك جهاز احلى من البت سما كمان. انت احلى من سما واغلى من سما واجمل من سما، ده انت زي سما واكتر يا بنت. يا بنت ده انا اللي مربياكي. انا عرفتش منك ابدا يا ست طينه. تاني طينه دي؟ اهو طينه دي اللي هتخليني اطردك دلوقتي حالا. ايه رايك بقى؟ طب خلاص والنبي ما تزعلي، خلاص ربنا يديكي يا اختي على تحلي يدك كده ويخليكي ليا. انت اكيد بتهزري، وخبطتوا في بعض ازاي؟ ده اللي حصل. لقيته في وشي بيجري زي لقيت معاه عربيه وقلت الحمد لله فرصه. طبعا كان لازم يجري. وبعدين انت مش فاهمه بقى ابن عمك عمل فيه ايه، اداله حته دين علقه، اخد بعضه ورهوان جري. وكان معاه واحد غريب كده بس قفشوه. وعملوا فيه ايه؟ وانا ايش عرفني؟ انا المهم عندي ان هما مسكوا في بعض، وجريت عليكي بسرعه عشان الحقك اشوفك فيه ايه. لقيته بيقول له ان هو كان جاي يبرئ نفسه. تصدقي شكله فعلا ملوش دعوه بحكايه الحادثه دي. وتصدقي برضو انه شكله لطيف قوي. بصراحه انا كنت فاكراه اكبر من كده بكتير. اكبر ولا اصغر؟ احنا هنتجوزه او راح لحاله. انا دلوقتي بقى في المصيبه اللي انا فيها، مش عارفه هخلص منها ازاي. يا بنتي هو انت مش قلتي لي ان باباكي؟ يا نهار اسود، لحسن يكون قريبك عارف ان انت هنا. يا بنتي قومي افتحي الباب. بقول لك افرضي قريبك. ما تخافيش يا سلمى، قومي افتحي الباب. انت متاكده؟ ايوه متاكده، قومي. حاضر هفتح الباب. الشيخ عارفين؟ ازاي حضرتك؟ لا تأخذيني يا سلمى يا بنتي اني جيت في وقت متأخر. خالص يا عمي، حضرتك تشرف في اي وقت. لا تخافي، لمار هي اللي قالت لي انها عندك. لمار؟ وانتي تفتكري ممكن تعدي ليله من غير ما الحاج عرفان يعرف بنته فين؟ ما بقاش تربيه ايده. اتفضلي بابا، اتفضل. وحشتني قوي. لكن انا عاتب عليك، كيف تسيب المستشفى بالطريقه هذه؟ قلبي كان هيتخلع يا لمار لحد ما كلمتيني في التليفون. لساكي تعبانه يا بنتي؟ ما تقلقش عليها يا عمي، هي بقت زي الفل، وانا كلمت الدكتور الصبح وقال لي ان هي بقت كويسه جدا. انت عارف يا بابا ان لا يمكن اكسر لك كلمه ولا يمكن اخرج عن طوعك، وانا لما اتاكدت ان الجوازه دي مش جايه على هواك زيي عملت اللي انا عملته. ربنا يخليكي ليا يا بنتي. ويخليك ليا يا بابا. ارجوك يا بابا، متعب ده لازم يفهم ان احنا ولاد عم وبس. ما ينفعش بعد ما بدات انجح ارجع اتلخم تاني. ولد عمك هيتجنن، مش عايز يعديها بسلام. طول ما انت في ظهري انا مطمنه يا بابا. ربنا يجيب العواقب سليمه. خبر القبض عليا في الفرح اتشهر في كل حته. انا مش عارف مين اللي بينخرب ورايا وعايز يأذيني. دي ضريبة النجاح يا دكتور. وهي العملية بالسهل، وكل ما تنجح أكتر كل ما الأعداء يزيدوا. أنا مش عارف حبر المرضى بتوعي بعد كده بأني وش. وش إيه؟ المصيبة بقى لو نشروا حكاية البت اللي قالت إنك كنت بايت عندها. تبقى مصيبة. أنت معايا ولا مع الأعداء؟ عليا، بنورك. انا عملت لك الفطار بايديا يا دكتور. يلا حطي للدكتور وضغوري في 60 داهيه. يلا. عنك انت، عنك انت. ايه ده؟ للدكتور للدكتور. اوعى ما تمشي. مش لما نعرف الحكايه الاول؟ خلاص خلاص انا اسفه من غير كل. ومين ليه نفس بس يا تينا؟ ايه كفالة الشر؟ في ايه مالك؟ قول لي مين اللي زعلك على الصبح عشان اخنقه. انا قلت له بلاش تكبر الموضوع. ايه يعني لما يتنشر في النت ان اتمسك يوم فرح وعادي؟ ايه؟ اتنشر على النت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. معلش يا حبيبي. شايفه الناس؟ ناس اعوذ بالله اعوذ بالله. ناس شر جواهم سواد كارهين انك تكبر وتنجح. استغفر الله العظيم. بس معلش ربنا ان شاء الله هيرد كده. ما انا قلت كده برضه. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده يا عم ده؟ ايه يا عم حافظ ده؟ انت الظاهر عليت امبارح عملت لك تربنه. انت لو كنت شفت شكله كان جاي شكله موت من الضحك. موت من الضحك. ما انت ما شفتيش كل واحد فيهم
كف ايده طلع لها توأم يهفني القلم. عارف زي من دول الساعه. بركه يا عم حافظ اللي جت فيك انت، وربنا نجاك انت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما انا رحت مصدره هو في الاول وياخد هو يقابلهم هم الاول، وانا رحت واخدها جري جري. بس وانا بجري بقى خبطت في حته واحده. اهلا. امشي يا بنت غوري عطالك ودنك. واحده اهلا. مش اللي في بالك يا تينا، مش اللي في بالك. انا وانا بجري لقيت واحده بتجري هي كمان قدامي. فضلت اجري وهي بتجري، ولما وصلت العربيه ببص لقيتها قاعده جنبي وفضلت تلح عليا ان اطلع بيها. ولما وقفت شفت واحده تانية، انما انا متاكد اني شفتها قبل كده. انتوا معايا؟ معاك، حتى بالاماره واحده تانية. ايوه مش بقول لك اهلا؟ مش اللي في بالك خالص يا تينا، دي واحده تانية خالص. انما كانت بتجري من بوليس وعربيه بوكس، انما خدوها برضو. انتوا معايا؟ لا يا عمر، لا يا اخويا يا حبيبي، انت تعبان. خش نام، خش نام لك شويه يلا. فيها يا تينا؟ هم محدش مصدقني ليه في اي حاجه بقولها؟ لا مصدقينك مصدقينك، بس طب اسمع، انت مركز معايا؟ مركز معاكي. طيب الست اللي كانت بتجري الاولانيه اسمها ايه؟ الاولانيه اللي كانت بتجري معايا في المستشفى؟ ايوه. هي قالت اسم غريب كده. ها؟ مش فاكر. ايوه الاولانيه اسمها مش فاكر. التانية بقى اسمها ايه؟ التانية اللي كانت بتجري من البوكس. دي بصراحه مش فاكر. طب يبقى اتحلت. الاولانيه مش فاكر والتانية مش فاكر، يبقى الاتنين اخوات. ربما. بقول لك ايه، انت تخش تاخد دش سخن، ها؟ 3 ايام تنام تصحى تلاقي نفسك فرش. دش ايه و3 ايام ايه؟ انت فاكرني بخرف؟ ربما. تبنا الى الله. الاستاذ زينهم جنح المحامي. خليه يتفضل يا ابني. قلت لي بقى حكايه اسم باريزه ده ايه؟ اسم دلع يا باشا. هو اشمعنى يعني احمد بيقولوا له يا حماده، ولا حسن بيقولوا له يا سونسو، ولا نبيل بيقولوا له يا بلبل؟ جت عليا انا؟ زينهم جنح المحامي حاضر مع المتهمه الست باريزه هانم، واود اولا اني اطلع على ايه؟ على المحضر يا استاذ، ومعانا كارت قبل كده. محضر القضيه. دخلت كارت قبل كده. اتفضل يا استاذ. اتفضل. اتفضل يا استاذ. انت شايفه ان لبس زي ده في حته مقطوعه زي دي غلط عليك قوي يا غزال؟ والله اللي حيلتي يا باشا، والفقر مش عيب. يعني انا مش شايف ان في امر ضبط واحضار او حتى حاله تلبس او حتى فعل فاضح في ايه؟ في الطريق العام يا استاذ. في الطريق العام. تبقى فين بقى سيادتك القضيه؟ من الواضح ان انت قوي في القانون يا استاذ وسريع في قرايه المحضر. لما انت شايفه ان انت سليمه كده جريتي من الدوريه ليه؟ وانا شرفني انها دوريه يا باشا. انا افتكرتها عربيه مسروقه فيها عيال شمامين بيعطوا على جتة، ولا مؤاخذه يعني، وهم بيقولوا في التلفزيون ان عربيات الحكومه بتتسرق. يرضيك اكون ذبيحه يا باشا؟ قلبي واكلني قوي على البيت، اتاخروا قوي يا فلان. ان شاء الله خير. بص ايه يا جماعه في ايه؟ طمني، ايه الاخبار؟ زي ما قلت لك ده انا الاسطى زينهم جنح والاجر على الله. خدت 4 ايام بس. ده عادي. خدت 4 ايام وده عادي؟ طب يا دكتوره محتاج اسالك سؤال، ندخل في مرحله الخطر امتى؟ ما تاخد اعدام؟ ما انت كنت بتعمل معاه ايه جوه؟ يا اسطى ايه؟ يا اسطى ده البوس يا بني ادم، البوس. لا مؤاخذه يا اسطى ما يعرفش. لا صلوا على النبي، احنا في النيابه. انا هخلصها لكم. ده شكله هو اللي هيخلص عليها. قلبي عندك يا اختي، ما تقلقيش، انا في ظهرك. هطلعك منها، انا هطلعك منها. هي ما دقت على راس طبول يا خلوص، يعني هي اول مره. انا باريزه قلت لك رجلي على رجلك في الشغل. خلعت المره اللي فاتت، العيال عكشتك، والمره دي الحكومه عكشتك. وقفت حالنا والسوق بيشغي. ما احنا لو لينا ظهر زي الراجل بتاع الحادثه بسلامته كان زماننا بره. ناس ليها غطا وناس عايشاها مرمطه. يا باريزه يا اختي، احنا هنقعد نقول شعر واحنا في النيابه ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تلافيني بوسه دخان. دخان برضه؟ ماشي. كنفي دي يا اخي اوعى يا اخي. مبقاش ناشف كده يا حصول. لو قولي لي انت قصدك مين بسلامته اللي انت قلت عليه ده؟ الراجل بتاع الحادثه بتاع الليله اياها. قصدك الدكتور؟ الدكتور. وده شفتيه في ايه؟
شايفاه بعينيا الاتنين دول وهو عمال يعط في مكنه الداريه. مكنه بالداريه يا ابن اللعيبه. يلا يا اختي ماشي كده، يلا يا اختي. بالراحه يا اخويا. بالراحه عليها يا حسون، ما تلاقيش يا باريزه، مش هسيبك مش هسيبك. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ايه بس؟ بقول لك ايه يا معلم؟ انت اسمك ايه؟ انت نسيت اسمك خلوصي بيه؟ زينهم جنح المحامي اخويا. ما من 10 روما راح امك. بقول لك يالا، انا شاكك ان انت محامي. ايه؟ اتبلي بالكارنيه. ايه؟ كارنيه؟ اتغسل في البنطلون من يومين. وايه اللي يخليك تغسل البنطلون؟ بص بقى، بمناسبة الغسيل 4 ايام وباريزة تبقى معايا في البيت، غير كده انا هغسل امك. ديل ديل اصلا. وانت روح امك. البت خدت 4 ايام يا فلانك، هسرح بيمين انا بس. كان لازم بجد اشكرك على وقفتك معايا. مهما حصل يا عفة، انا عمري ما كنت هجيب سيرتك. ما انا عارفه، عشان كده جيت ولحقتك زي العاده. يكش يتمر. لا هيطمر. مش عايزه تقولي لي بقى جبتيني منين؟ ايه يا عمر، في ايه يا عمر؟ ما تفكك من الحوار ده وخليك معايا هنا. انا عارفه برضه. يا حبيبتي انا في ورطه، انا بجد في ورطه، ومحتاج اعرف يعني الفرح كان يوم ايه؟ هو ده يوم يتنسي؟ ده يوم الخميس الاخير يا قلبي. حلو قوي. انا صحيت عندك كان يوم السبت. الجمعه بقى اللي بتوينهم ده راح فين؟ اكيد عارفه عنه حاجه، او فاكره حاجه، او حاسه حاجه، او لمحه. ايوه حبيبي. انت مش عارفني؟ لا والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. انا اللي ولدتك؟ اهلا وسهلا. اهلا افتكرتك. يا بس انت كنت مشنب ساعتها. فاكر طنط عفة؟ كانت بره على باب المستشفى. لسه بصوت بقى. لسه في الجنان برضه زي ما هي. باي باي يا حبيبي. يبقى ناخد صوره سيلفي مع بعض. افتكري بقى يا حفه. معرفش، انا كل اللي اعرفه قلته لك يا عمر. انا جالي تليفون من رقم حضرتك، قمت رديت، لقيت واحده بتقول لي ان انت مرمي في حته في الشارع. خدت بعضي على ملا وشي ورحت جبتك، بس ده كل اللي حصل. حلو قوي الكلام ده. الواحده دي بقى ركزي معايا. الواحده دي ما شفتيش، ما قالتلكيش حاجه مثلا يا دكتور؟ مثلا ولا شفتها ولا اعرفها، وما تضيعليش وقتي في حوار فاكسان ده يا حبيبي. خليك معايا بقى. احنا ايه يا عمر؟ يبقى ايه؟ عفة. بصي يا عفة حبيبتي. قول يا حبيبي. عشان نبقى برضه واضحين مع بعضينا. مستنية. انا اتغيرت خالص، ومبقاش ينفع ارجع زي زمان. يعني تقدري تقولي كده تبت الى الله. بص يا حبيبي، بصيت. انا مش تحت امر حضرتك. تدخل حياتي وقت ما تحب وتخرج منها وقت ما تحب. عمر، انا بحبك. عارفه ايه بحبك ولا لا؟ وانا تبت الى الله. عمر انت مش فاكرني؟ لا يا حبيبتي والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. ولدتك برضه؟ ايوه افتكرت. سبحان الله. لما كان شعرها ازيك؟ عامله ايه؟ كانت محجبه ساعتها. بس مش عارفه طنط هي اللي ولدتني. طبعا مش هيقدر يقرب لي لما بابا يقول له الكلام ده. ما ينفعش يكسر كلامه اصلا، بس ممكن يعمل لي حاجه كده من بعيد لبعيد. ايه جو اللبش ده؟ وبعدين صحيح هو مش عارف مكان المحل ولا ايه؟ ده اللي قلقني والله. ممكن يجي لي هناك بقى ويعمل لي مصيبه وتبقى فضيحه. ايه ده؟ مش ده الدكتور بتاع الحادثه؟ اهو فاتحينه على الحادثه. ايه اللي كاتبينه ده؟ لا وايه؟ كل اللي عنده معجبات ستات بس. بيدافعوا عنه بطريقه مش طبيعيه. تلاقيهم زباينه بتوع المستشفى ولا العياده. ده شكله مساوي الهوايل قوي. اسكتي، مش حابه يعملها معايا، بس انا ايه بقى؟ اديت له وش كده. ليه يا بنتي؟ ما تبطلي بقى فقر وفكيها شويه. سلمى، الراجل اللي بيحب كتير بيكذب كتير، وانا ما بكرهش في حياتي قد الكدابين. وانتي ايه اللي مخليكي متاكده قوي ان هو دنجوان عصره واوانه؟ مش يمكن يطلع مظلوم؟ مظلوم؟ المظلوم ايه؟ من اللي سمعته في المستشفى، من ممرضات في المستشفى، وممرضات كانوا شغالين معاه، وستات عيانين كانوا عنده زباين. ده ما صدقوا سمعوا اسمه وراحوا قايلين كلام كتير عني. ما انت عارفه بقى الناس ما بتصدق تلاقي حكايه تتكلم فيها. ما كانش ناقصني بقى غير ان انا اشوفه، وديني شفته ليله المستشفى. والله قلت معقده محدش صدقني. يا بنتي مفيش اضمن من الراجل اللي لافف وداير قبل الجواز، على الاقل اسمه شبعان. سلمى، بصي بقى،
الحب عند اللي زي عمر ده شبه الحياة، قطره ماشي وفي محطات كتيرة قوي بيقف فيها كل شوية، إنما عند اللي زي أنا شبه الموت، ما بيجيش إلا مرة واحدة بس. عشان كده لا يمكن نتقابل. حقيقي يا دكتور، انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت بتعمله معايا. انت زي ما تكون بتبنيني. انت شخص صعب الواحد يخسره يا صفوة. عمر، انا مش عايزاك تتاثر باللي انكتب ده، كله فرقعات ملهاش اي قيمه. متأثرش ازاي بس؟ احنا شغلتنا حساسة قوي وسمعة. اللي الناس تحبه ما يتخافش عليه. مش عارف مين اللي نزل الخبر ده وازاي نزله بالسرعة دي. مفيش اكتر من المؤذيين. أنا دكتور عمر النواوي، الوصول لمكتب الاستعلامات الأمنية. يلا نشوف شغلنا. دكتور غازي، ايه عمر حصل له حاجه؟ لا خالص. ليه بتقولي كده؟ لا انا بقول كده عشان انت مش متعود تيجي هنا. لان مفيش سبب يخليني اجي هنا. ده كوافير حريمي يعني وانا مش متجوز او مرتبط عشان اجي مع واحده بتعمل شعرها. صح. لا بس انا مش قصدي يعني. الموضوع باختصار، لنا جالي دواء مهم قوي ومن بره وبيعالج الام القولون بشكل هايل، بس قلت اجيبهولك. ميرسي، بس انا ما كنتش عايزه اتعبك معايا. مفيش تعب خالص ولا حاجه. طب ما كنت اديته لعمر اخويا. طب ما يمكن انا عايز اطمن عليكي. صح. يعني انا اسفه، نسيت اقول لك تشرب ايه، اصل انا اتلخبطت يعني كده واتخضيت على عمر وكده يعني. هي تشرب ايه؟ لا ولا اي حاجه، انا مش عايز اعطلك اكتر من كده. اشوفك على خير بقى. طب الدواء؟ شكرا. قرفانه وزهقانه ومش طايقه نفسي، عايزه اعمل اي حاجه جديده، اي حاجه مختلفه. سما يا حبيبتي، انت بقيتي غريبه قوي. انا ساعات بحس انك عجوزه وعندك ولا 100 سنه. وانت لما تقعدي مع ناس وتعيشي معاهم في بيت واحد وتلاقي كل واحد فيه ملهي عنك اصلا، مش مركز معاكي بس الا في اخطائك، هتفهمي انا بقيت كده ازاي. والناس اللي بتيجي تاخدك بالعربيات، لا دول تفالي. كلهم معديين ال50 على فكره. ما انا عارفه، هقول لك بقى. اصل الراجل لما بيوصل للسن ده بيبقى ضعيف، وضعفه ده بيقلب بحنيه ودلع، بيبقى طعمها لذيذ قوي، وبيني وبينك مفيش منهم خوف. ايه ده؟ ايه؟ ده موري! تسالي برضه؟ تسالي انت هتشرديني؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ ايه ده العربيه الجديده؟ قلت انت لازم تكوني اول واحده تركبيها. انا اشمعنى بقى؟ علشان وحشتيني. وانت قوي 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 قوي. طب يا نهى انا همشي انا بقى. نسيت اعرفكم، نهى صاحبتي، موري اخويا. اهلا يا نهى، ما تيجي نوصلك معانا؟ يا ريت، بس بابا مستنيني. طب يلا حبيبتي روحي لبابا طريقك اخضر. يا ماما يلا يلا يا ماما. باي. يلا حبيبتي باي. ايه حبيب هورتي. ايه الصغيرة عليك دي يا دوك، دي حتى مش مزة ومش ستايلك. بنت بص على الطريقة دي، بقولنا خلاص والله العظيم تبنا إلى الله يخرب بيت عزك. انت هتقول لي؟ أنا أقول لك عليا النعمة. عليا النعمة.
عليا النعمه، انت لو وقفت هنا 5 دقايق كمان لا تلم منهم شكاير قد كده في العربيه دي. يا بنتي خلاص مش عايزين ايه رايك في العربيه الجديده دي؟ جميله قوي، جميله. انت اتهبلتي كده ايه يا اسطى حلوه قوي. بس انت وحشتيني. وانت قوي. وحشتيني قوي 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 قوي. لو واحده من زمايلك شاوروا لنا ولا حاجه انزلي في الدواسه وانا هتصرف. انت تاني. القرد اللي معانا ده مش مطمني على البيت ان شاء الله. جم يا بص. ها يا باريزة، طمنيني يا اختي، هنروح تمام؟ وشك مش مريحني في ايه بس؟ اديني لبست 4 ايام يا خلوص. 4 ايام؟ ايه؟ هو فيها حكم ولا ايه؟ ما ترد يا قرد، ولا انت فالح بس تتنطلي؟ عيب استخلصي بيه. بس هو قلت لي انا شديد حبتين. ولا انت اللي حمار حبتين؟ طب ما جاب لك رقبته شقتين. بلاش انت تلوث ايدك يا فلان. شكرا يا بص. عارف لو ما كنتش جبت البتاع ده من الاول كان زماننا خرجنا من اول مره. اعمل ايه بس يا باريزة؟ هو اللي بيشبط فيا كل مره يقول لي خدني معاك واديني فرصتي. هتفرج يا اختي هتفرج. خدي جبت لك لقمتين كده ترمي بيهم عقات الاكل. والفاتوره يا اختي كمان والنبي عشان كل واحد ياخد حقه. زودت لي الطحينه؟ قوي يا اختي. انا عايزك تطمني يا ست باريزة هانم، وانت كمان يا استخلص بيه تطمن. والاخ فلانك يقلق يعني؟ انت هتطمن. وحياة ابوك تشيل لي بتاع ده من قدامي، لحسن وديني انفض جتتي واملى هدومي ببلاوي الحاجز الفراقه اللي عماله تشبس جتتي. خلاص يا باريزة يا اختي. فلان قوم يا بص. قمت لي الواد ده قبل كاش بنضارته اللي واخده غرزتين دي. تعالى. خلاص يا باريزة، ما تنرفزش نفسك بقى، خلاص في ايه؟ فينش. تعالى لي دغري يا اخويا. والله العظيم الواد ده فيري جود وسمعته زي الفل. تعالى لي دغري يا اخويا وقول لي انه بنكله. باريزة هزعل والله هزعل، انا استرخص فيكي ما تشوفي الاكل والفاتوره حتى ما حطيتش التبس والله. سلقط لي محامي عدل وبجد وبحق وحقيقي يا خلوصي، لحسن يا حبيبي اخد فيها انا حكم وانت ترجع لي لنفخ العاده. تشكر يا عم. صباح الخير. الحمد لله بالسلامه يا قط. الله يسلمك. ازيك يا فضل؟ الحمد لله على سلامتك يا فضل. الله يسلمك، ميرسي. فضل كمل معايا زباين لو سمحت. تمام. اكسكيوز مي. بقولك ايه يا سلمى، هو الشغل في النازله نايم ليه؟ يا ستي اديها ماشيه بالزق، هنعمل ايه؟ ما انت شايفه الحال عامل ازاي. طب بصي، انا جبت معايا شويه حاجات تحفه، لسه مخلصه الشغل فيهم امبارح. شوفي كده حلوين قوي، بس دولت هنضطر نسافر شرم الشيخ نعرضهم هناك. ربنا يسهل بقى. باي باي. اخدوا حاجه يا فضل؟ زي ما انت عارفه اتفرجوا ومشوا. ماشي. هوا واكون جايب لحضرتك النسكافيه بتاعك. ايه ده؟ بنفسك يا فضل؟ وانا عندي اغلى منك هتعب له يا فندم. حلو يا فضل ده، بس ما بيريحنيش خالص، وبعدين مسهوك كده ومنحنح قوي. يا بنتي خلينا في اكل عيشنا، روحي شوفي شغلك، روحي يا شيخه. هاتي دي من اوعي بقى. هاتي. لا فنانه يا لمار، فنانه. اتفضلي. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. تشغليش بالك خالص، دي حاجه طبيعيه جدا خصوصا في المرحله اللي انت فيها دي. هو جوز حضرتك فين؟ تعيش انت يا دكتور. بقاء لله. بقاله كتير؟ 3 ايام يا دكتور. 3 ايام؟ ومن ساعتها وانا مش عارفه مالي، جسمي مش طبيعي وحاسه كده بحاجات غير طبيعيه، ده غير اللي انا قلت عليه لحضرتك جوه في اوضه الكشف، ومش هقدر اعيده تاني، اصل انا بتكسف قوي يا دكتور. ان شاء الله حضرتك هتمشي على العلاج ده باذن الله، وان شاء الله خير ان شاء الله. انا متبشره بيك خير يا دكتور، وحاسه كده ان علاجي هيبقى على ايديك، خصوصا بعد صديقاتي ما شكروا لي فيك وفرحت برفانك. ميرسي يا فندم، كتر خيرك. الشافي هو الله يا فندم، احنا يا دوبك اسباب. الله الله يا دكتور، كلامك زي البلسم ينزل على الجرح يطيب. انت ما تتصورش الكلام بتاعك ده، انت ما تتصورش كلامك ده عمل فيا ايه. عمل ايه؟ هو
هون علي عذابي اللي عايشة فيه من بعد وفاة المرحوم. عذابي يا حاجة؟ دول يا دوبك 3 أيام، اعتبريهم يعني ظرف شهري. هات وبيقولوا لي الفاتحة. بقول لك ايه يا دكتور؟ الله 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 الله، ما تعدي عليا يوم الخميس ونقرا الفاتحة سوا. تبنا إلى الله. حنان يلا يلا انجز. هتعرف تقفله ولا لا؟ تلاقيش بسرعة. بقولك يا فضل، بكرة بقى من بدري هنا. من النجم هتلاقيني راشق هنا. عيني يا عيني على الناس اللي كنا بنتحايل عليها عشان تفتح لنا من بدري. هو انت؟ أنا شفتي بقى إن أقدر أوصل لك؟ وعرفت الطريق ازاي؟ ما تاكلي يا ستي، انت ما اكلتيش حاجه من الصبح. ماليش نفسي يا هنادي. حرام عليكي اللي انت بتعمليه في نفسك ده، انت كده هتقعي من طولك. لا طول ولا عرض، بقتش فارقه. شوفي يمكن يكون عمر. ان شاء الله ويكون جايب معاه كمان اخبار حلوه. ساعة الا ربع عشان تفتحي الباب. معلش. فين التبين؟ على السفرة. خلاص. ها يا عم حافظ، في اخبار عن سما؟ السما ايه بس؟ وده وقت السما. عمر قبضوا عليه. يا مسبتي ليه؟ يا فندم أكيد في حاجة غلط. أنا لغاية دلوقتي مش فاهم أنا هنا بعمل إيه، وقاعد ليه لغاية دلوقتي؟ في إيه بالظبط؟ اهدى يا دكتور عمر، وحضرتك دلوقتي هتعرف كل حاجة. المفروض يا فندم. اتفضلوا. دكتور عمر، حضرتك تعرف المدام؟ اه طبعا، المدام حالة عندي في العيادة. تعرف الأستاذ؟ لا، عمري ما شفته قبل كده. مدام مروة، ممكن تحكي لي بالظبط ايه مدى العلاقة اللي بينك وبين الدكتور عمر؟ علاقة ايه يا فندم؟ بقول لسيادتك حالة عندي في العيادة، علاقة ايه؟ من فضلك يا دكتور اهدى عشان تسمع كويس. حاضر، نسمع. يا فندم انا رحت لدكتور عمر في العياده وشرحت له حالتي وحاله جوزي، قال لي مفيش حل خالص غير الحقن مجهري. دكتور عمر، الكلام اللي بتقوله مدام مروة ده حصل؟ حصل، وجوزها كان معاه. شوف بجحت البشر، جوز مين يا عم انت؟ في ايه يا ابني؟ مالك انت؟ في ايه؟ انت مالك انت؟ ايه في ايه؟ اتخانقوا قدامي ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه علاقته بالموضوع، بيتدخل ليه؟ البيه يبقى جوز الهانم. نعم. وكل التحاليل والأشعة والدكاترة الكبار قالوا إن ما بخلفش، واستحالة خلف، لا طبيعي ولا حقن مجهري. ايه ده؟ يا فندم ده مش جوزها، مش ده الراجل اللي احنا خدنا منه العينة. اعترف الجبان، والله لا قتلك. اعترف بيه يا عم انت؟ اكيد في سوء تفاهم يا فندم، ما تتكلمي يا مدام. بس مش عاوز ولا كلمة. يا فندم ده مش جوزها، ده لسه بيقاوح. ما تتكلمي يا مدام. فين الراجل اللي كان معاك يومها؟ خلاص يا دكتور، خلاص انا اعترفت بكل حاجه. نعم يا اختي، اعترفتي بايه؟ اشهد لك بصراحه، ده اخر مسمار في نعش صاحبك. يا عيني هيلاقيها منين ولا منين؟ ده لسه يا دوب بيفكر هيعمل ايه مع اخته، لقى نفسه لابس في حيطه. بصراحه ابليس يعمل لك تمثال. لا لا لا، ما تغرنيش قوي كده. انا لا خططت ولا دبرت ولا عملت اي حاجه، هو اللي وقع روحه. حد قال له يمشي شمال؟ لا ملعوبه، حلوه النغمه دي، استمر عليها بقى وكمل بيها بقيه الالبوم. البوم ايه؟ مش فاهم. البوم الفضايح بتاع عمر. هو انت فاكر ان انا انت زي الفل، وانت حد يقدر يقول عليك اي حاجه؟ شكلك كده مش مصدق. مش مشكله، انا اصدقك، المهم الناس هنا هي اللي تصدقك. انت عايز توصل ليه بالظبط يا غازي؟ احنا طول عمرنا سكتنا واحده، ايه اللي خلاك تحود لوحدك المره دي؟ مش بقول لك شكلك مش مصدقني؟ طب والله قبل ما تورط نفسك في حلفانات وكلام ما انتش قده. اتفضل يا مدام. خد اتفرج، ده بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. وراجع نفسك يمكن تتعظ. ايه ده؟ شوف وقول لي يا رايك. مدام ده كلام برضه كده بقى.
نسمع منك اللي انت عايزه. ايوه جينا للجد. اللي انا عايزه بقى ان احنا ننفذ اللي اتفقنا عليه وما ننساش منه ولا حرف. هنا بقى نقطة ومن أول السطر نبدأ نتفاهم وكل واحد ياخد على قد دماغه. انت بتسومني يا غازي؟ تلميذك النجيب يا روح غازي. اشرب اشرب. علي، انت عاجبك اللي بتعمله صاحبتك ده؟ معلش يا علي، احنا من ساعة ما جينا وهي نازلة سكر زي ما انت شايف كده، وانا ما بقتش عارفة اعمل ايه، فقلت اكلمك يمكن تعمل معاها حاجة. طب وانا اعمل لها ايه؟ ما انا بكلمها على الموبايل ما بتردش عليا، ولما بكلمها في البيت مامتها بتقول لي ان هي نايمة على طول. معلش هي بعد موضوع باباها بقت بحالات، شوية تاخدني المقابر، شوية تقول لي يلا نكروز بالعربية وتسوق زي المجنونة، شوية قاعدة في البيت، واخرتها جابتني هنا. حاول انت بقى يا علي معاها. عايزة؟ تعالي عايزة. سيبني في حالي انا تمام. تعالي عايزة اقول لك كلمتين بس. ولا تقول لي ولا اقول لك، قلت لك انا تمام، انا عايزه بس ممكن تسيبني؟ الناس بتتفرج علينا. تعالي عايزة. يتفرج يتفرج. ما خلاص بقت الملاهي 24 ساعه واللي عايز يتفرج بيتفرج يا استاذ. فكك مني. فوقي بقى تعالي. كده ليه؟ اوعى. انت ازاي شدتني كده؟ انت اتجننت. يلا يا عفه بلاش فضايح. بلا يلا بلاش يلا، انا قاعده هنا لحد بكره ومش ماشيه وهشرب لبعد بكره. انت يا سيدنا هات لنا حاجه نشربها، ولا اقول لك هات سلمترين احسن. انا مش فاهم انت بتعملي كده ليه في نفسك؟ يا بنتي حرام عليكي، واخرتها ايه طيب؟ ولا اخرتها ولا اولها، كله زي بعضه يا علي. معلش قومي بينا نمشي من هنا. يلا يا عفه نمشي من هنا، شكلك بقى وحش. زهقتوني بقى، انا غايره من وشكم خالص. روح وراها يا علي وانا حاسب على الشركه تبقى كلمت. حد يتشيك بكرة بتاعنا ده ما بينفلوش الشمس يا خلوصي، زي القطط كتب علينا نلقط رزقنا من صبايح الزبالة. آخر النهار بندرس تحت أي بير سلم. لما البطن شبعت والهدمة نطفت قلت خلاص أكيد البال هيرتاح والدنيا هتضحك لنا وتورينا الحلو منها بعد ما طول عمرها مورينا المر. بس طلع الحلو ده تمنه غالي قوي يا باريزة. تمن رقبتي يا خلوصي مش كده؟ رقبتك دي طلع تمنها غالي قوي عندها يا باريزة. ساعات كتير كنت بسأل نفسي أنا ليه بشتمها وبضربها وبزعق لها. أتاري كنت مداري حاجة جوايا مش عارفها. هو ده اللي اسمه الحب يا باريزة ولا إيه؟ هو الحب. طلعت بحبك ومعرفش يا باريزة. أول مرة صوتك يخبط وداني كلمة حلوة كنت مستنية أسمعها زمان. وديكي سمعتيها يا باريزة. كنت فاكر نفسي واد مخربش، الدنيا ممزعة في جسمه ومعلمة في كل حتة فيه. أبيع الهول ده أضحك على ده وأنصب على ده بكلمتين إنجليزي اتعلمتهم من الراجل اللي كنت شغال عنده في البازار. وسخ أوي أوطى من الموس على الأرض كمان. لحد ما قابلتك أول مرة في الحارة وشفتك حسيت إن أنا أعرفك من زمان أوي. عارف إن هو كلام مكرر وبيتقال في كل الأفلام، بس كان هو ده إحساسي ساعتها فعلا. ولما كنت بتبعدي عني ولا تختفي يومين في أي حتة كنت بتوحشيني أوي أوي. وعارف برضه إن ده كلام مكرر بس هو ده إحساسي. لحد ما طلبوا مني إن أنا أقتلك وحطوا رقبتك قدام مستقبلي قدام الكباريه. ساعتها بس حسيت إحساس غريب أوي. حسيت إن هم عايزين يقطعوا حتة من جسمي. أنت طلعت حتة مني يا باريزة. طلعت غالي أوي أوي. طب وآخرتها يا خلوصي؟ مش هنتجوز؟ عايزة نتجوز؟
هيحصل، حياتك لا هيحصل. امتى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدها لك يا نور في القعدة اللي ملهاش آخر. حاولي تنامي يا بنتي، حرام عليكي جدتك. مو معقول، مو معقول. خير يا بنتي؟ ايش صار؟ مصيبة يا ابوي، مصيبة. مصيبة ايه كفلنا الشر؟ ماني عارفة يا ابوي، بس الفيسبوك كله قاعد يقول عن فضيحة عمر النواوي، وان البوليس قبض عليه في وسط العيادة وسط العيانين. لا اله الا الله. فضيحة ايه يا بنتي؟ ماني عارفة، ماني عارفة يا ابوي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ربي هالمصيبة عمالة تنزل على دماغنا كده ليه؟ احنا ما عملناش حاجة وحشة في حد، حتى انت يا عمر. لا حول ولا قوة. غازي، غازي، انت فين يا غازي من الصبح؟ سايبني لوحدي في المصايب اللي انا فيها دي كلها، انت فين؟ مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين؟ انت بتعمل كده ليه؟ فيك ايه؟ راحة يا بيبي، انت مش حمل المناهدة دي كلها. صحتك يا روحي. لا لا انت مش طبيعي. انت شارب حاجة؟ اي كده ازعل منك. تزعل مني؟ عمر اخويا في المصيبة السوداء اللي وقع فيها دي، وبكلمك بدل مرة مليون وما تردش عليا وترجع لي بالشكل ده وتقولي في الاخر ازعل منك. انت عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ وبعدين ما هو اللي غلطان. حد يعمل العملة السوداء دي مصيبة. دي بيسموها في شغلانتنا جريمة أخلاقية. انا ما بقولكش دي درس شغلانتكم، انا بقولك انك المفروض تكون واقف جنبي في مصيبة زي دي. عارف يعني ايه تقف جنبي؟ ما انا واقف جنبك يا روحي. وانا رحت فين؟ حاسبي حاسبي بس حاسبي. اقف كلمني زي ما بكلمك. لك ايه؟ ما بكرهش في حياتي حاجة قد الصوت العالي. اوعى. سامعني ولا لا؟ لأنه بيوجع لي دماغي وبيضايقني، فما تعمليش كده تاني. طب على الاقل طمني، الفلوس اللي خدتها مني حلت لك المشكلة ولا لا؟ الله، ده انت بتعايريني بقى. ما كانوش قرشين دول اللي سلفتهم لي يا ستي. لا انا ما بكلمكش على الفلوس، انا بكلمك على اللي كنت عاملها لي مشكله وحارق صدرك بالسجاير بسببها. يا ترى اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لا اطمني، دفعت الفلوس. تحب ابقى اجيب لك الوصل؟ انت مالك؟ فيك ايه؟ المصايب عماله فوق دماغنا من كل حته وانت راجع لي كده سكران. انت مالك عامل كده ليه؟ عندهم حق في كل اللي قالوه عليك. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه انت؟ انا بحب اقول الكلمه مره واحده بس. انا قلت لك اني ما بحبش الصوت العالي، ما بحبش كمان مراتي صوتها يعلى قدامي. اذا كنت فاكره نفسك كسر عيني بالقرشين بتوعك تبقي موهومه. دول يا دوب اقل تعويض قدام فرق السن اللي بينا، وان انت عارفاه كويس. قولي من وشي. انا قلت لك يا دكتوره هربت. روحي قولي الامن بسرعه. ليه كده بس يا صفرا؟ اتأكدت إن العينة اللي اتاخدت من جوزها؟ يا فندم المستشفى بتتأكد من الكلام ده. يا دكتور عمر، الملف بتاع الهانم اختفى تماما من المستشفى. اختفى ازاي يعني؟ ما هو ده اللي عاوزين نعرفه منك.
انا ما اعرفش يا فندم، انا بجد ما اعرفش، هتجنن. ممكن تحكي لنا اللي حصل بالتفصيل؟ يا فندم انا رحت لدكتور عمر العياده وشرحت له حالتي وحاله جوزي، قال لي ما تقلقيش خالص الحل عندي بس يكون سر بينا، وجاب لي واحد ما اعرفوش وراح قايل لي ده هيبقى جوزك قدام الناس في المستشفى. ما حصلش، انت كدابه كدابه يا فندم، الكلام ده ما حصلش. مقابل ايه؟ فلوس انا وهو اتفقنا عليها واديتهم له في العياده. كده كدابه. اللي حصل يا فندم ان هي جات لي وكان معاها جوزها وطلبوا العمليه وعملت لها العمليه. انا مش فاهم هي بتقول كده ليه؟ هتبلى عليك يعني ولا هتبلى عليه؟ بتتبلي عليا انت كدابه و60 كدابه، والله العظيم ما حصل يا فندم. يا فندم انا بطالب بالافراج عن موكلي بكفاله ماليه. عمي هروح له يعني هروح له. استني بس يا تينا، عمر مأكد عليا ما حدش يروح ونبه عليا اكتر من 100 مره. ما ينفعش اخويا يبقى لوحده في النيابه واحنا كلنا قاعدين هنا في البيت. انت عارفه هناك هيبقى صحافه ومصورين، هما ما بيصدقوا. عمر مش ناقص فضايح، كفايه اللي هو فيه. يا عيني عليك يا عمر يا اخويا، بعد اللمه دي كلها يبقى وحيد كده في الدنيا. الناس بقت وحشه قوي كده ليه يا عمي؟ انت عارفه انا بفكر في العمار. يمكن ايه؟ معقوله يعني الخبر ما وصلهاش لحد دلوقتي؟ صباح الخير ست الأمار، ألف حمد لله على السلامة. يا حبيبتي تعالي في حضني اللي من ريحه الحبايب. أنا أول ما عرفت الخبر قلت لازم أجي هنا وأطمن على عمر وأبقى جنبه. انا كنت متاكد انك بنت اصول. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه يا حبيبي. شفتي وشك حلو يا بنت اللذينه. على سلامتك. الحمد لله على السلامة يا عمر. الله يسلمك. وانا هفضل الف وراكي في كل حته كده؟ واخرتها معاكي هتفضلي كده لغايه امتى؟ ده انا قربت انسى شكلك. انا مش عارفه انت جبتي القسوه دي كلها منين، وعايزه تسيبيني دلوقتي بعد خلاص ما بقاش لينا غير بعض. انت بتضحكي؟ اصل الحته دي شفتها قبل كده في مسرحيه بايخه قوي بصراحه. كملي اصلها طالبه معايا بواخر. انت قليله الادب. عادي، ايه الجديد؟ قولي حاجه غيرها. عفه، مالك يا حبيبتي؟ فيكي ايه؟ انا عارفه ان انت كنتي متعلقه بباباكي وبتحبيه قوي، وصدقيني رغم كل اللي حصل انا مش قادره انساه. بس لحد امتى؟ لحد ما تعترفي ان انت اللي قتلتيه. انا؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي انت سمعتيه. انا عارفه انا بقول ايه كويس. حطيتي له السم وكنت عايزه تموتيهم هما الاتنين سوا. نار الغيره حرقت قلبك اول ما شفتيه مع واحده غيرك وكمان قد بنتك، فقررتي تحرقيه بيها. صح ولا لا يا ميار هانم؟ حكايه غريبه قوي، ولا حكايه الافلام. مش فاهم حاجه، مش عارف افهم حاجه، ولا اعرف ازاي اتعملت ولا ليه. استغفر الله العظيم يا رب. ده أكيد حد مدبرها لك يا عمر. حاول تفكر مين ليه مصلحة في أذيتك وأنت تفهم. اللي ليهم مصلحة كتير، بس مش ده المهم. المهم عملوها ازاي وليه. ربنا يورينا فيهم يوم ويفضحهم زي ما هم باصين لك كده. هو ما فيش غيره، دكتور عوني سماوي وعايز يكوش على المستشفى. أصل الحكاية اللي حكيتها يا عمر محدش يقدر يعملها إلا إذا واحد فاهم في شغلانتك كويس وفاهم برضو في ثغرات قانونها. حتى لو وصلنا لكده هنثبت ازاي؟ هنعمل احنا كمان شغل عصابات وندور عليهم في كل حته. ان شاء الله نعمل مخبرين، المهم نوصل لحقك. ده انا اروح اطبق في زماره رقبته لحد ما يقر. أنت كمان ممكن يا عمر تقول كل ده في النيابة. من حق المحامي قال لكم ايه على سما؟ لا ما قالش حاجه. ربنا يلطف بينا، احنا نلاقيها منين ولا منين بس. مش وقته بقى يا تينا. الله اسكتي يا اختي، والله العظيم انا حاسه ان هيجرى لي حاجه خلاص. يلا قوم انت يا عمر، قوم اتوضى وصلي ركعتين لله. انا مش فاهم في ايه بالظبط، بجد مش فاهم حاجه. وانا كنت شيطان ودخلت النار وبتحاسب مثلا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. اختبار. تلميذي
ايوه لا ما انا رحت له امبارح ما لقيتوش. طب اروح له تاني. عمر اشمعنى دلوقتي جيتي؟ لازم ابقى في مصيبه عشان تظهري يعني. بتعملي الواجب وبتريحي نفسك مش كده؟ انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه دلوقتي. انا عايزاك تنسى اني كنت مراتك واننا اتطلقنا. عايزاك تفتكر حاجه واحده بس، ان في بني ادم بيخاف عليك بجد، مستعد يعمل اي حاجه اي حاجه علشان ربنا ينجيك من اللي انت فيه. لا كتر خيرك، بنت اصول بجد. انا رجعت مصر وقاعده دلوقتي في البيت اللي كنت قاعده فيه عشان ابقى قريبه منك، ولما تحتاجني هتلاقيني اقرب من اقرب صديق ليك. هو ده كل اللي اقدر اقدمه لك يا عمر. فين ياز؟ هو البيت مش لاقي حرمه ولا ايه؟ حرمت عليك عيشتك. وبعدين يلا عمو نيازي، لما تكلمني تقول لي يا عمو نيازي، فاهم؟ عمو نيازي اللي انت رحت بعته عشان تكوش على الليله كلها. بس يا ابن الغاليه لفت ورجعت لي تاني. جرى يا ريس، هو احنا موصوفين لك ولا ايه؟ ما وراكش غيرنا؟ بس انت في حالنا بقى يا اخي وحدقنا. ما هو اصل الغندور اللي قبض تمني كموزه من الكلب اللي باعني ليه ما قدرش، قلبه رهيف حنين، ما قدرش يخلص عليك ويموتك. بس لفت وجالي اللي ماسك سلسله الكلب وقبضني وقتي تمنكم انتوا الاتنين. انت بتتكلم على مين يا نيازي؟ عمو نيازي ما تنساش، بتكلم عن عوني، الدكتور عوني ده بقى اللي دفع تمني كموزه. بقول لك ايه يا عمو نيازي؟ ما تجيب من الاخر وتقول انت عايز ايه ومين اللي بعتك. طالما قلت لي يا عمو انا هجاوبك. اصل في واحد بقى بيفهم في الرجاله، كده جاني. واللي بيفهم في الرجاله ده مين بقى؟ غازي، الدكتور غازي. جوز الست اكتفينا. اسم الله عليك، يلا ده انت مذاكره العيله كويس اهو. طب انا بقى عايز اطلب منك طلب، انت والرجاله اللطيفه اللي معاك دي كلها. تؤمر بايه؟ لا انا ما امرش بحاجه، انا عندي اوامر مدفوعه الاجر ولازم تتنفذ وفورا. تقصد ايه؟ اقصد الله يرحمكم انتوا الاتنين. في واحد عايز يقابل الدكتور يا هنادي. واحد ايه؟ انت مش شايف الدكتور مزاجه متعكر؟ ايه؟ روح انت بس وبلغيه، مالكيش دعوه، بطلي لات. لا يا اخويا مش هبلغه، انا مش حمل شخطتين منه، روح انت. ده انت بنت جبانه. في ايه يا هنادي؟ مفيش حاجه يا دكتور. بالراحه قلت لك مش عايز دبدبه. حاضر. مغاوري عايز حضرتك. في ايه يا مغاوري؟ في واحد بره طالب يشوفك. واحد مين؟ ما قالش. طب روح اندهله. حاضر يا استاذ. انت في تحسن دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور. احسن. ربنا يخليك. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا اسمي علي. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت من غير ميعاد، بس الموضوع اللي انا جاي لحضرتك فيه ما ينفعش يتاجل اكتر من كده. طب اتفضل استريح. روح انت يا مغاوري. حاضر. بعت لنا 2 قهوه يا هنادي. حاضر يا دكتور.
خير يا فندم، موضوع ايه؟ موضوع بخصوص اخت حضرتك الانسه سما. سما. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده؟ مين؟ الله. باريزة مالك في ايه؟ هموت. في ايه؟ تصرفات ايه بالظبط اللي انت شاكك فيها؟ بص يا دكتور، انا علاقتي بعفة في الفتره الاخيره قويه جدا، بس انا لاحظت ان هي في الفتره الاخيره بالذات مش طبيعيه خالص. ده غير انها قطعت علاقتها بمامتها تماما، ما بتروحش البيت اصلا، على طول سهرانه لحد وش الصبح، وساعات بتروح المقابر عند ابوها تقعد تعيط. بس كل ده طبيعي جدا. عفة اصلا علاقتها باهلها عمرها ما كانت مظبوطه. تمام، الكلام ده كان ممكن يبقى صح جدا لحد اللي انا سمعته منها النهارده. سمعت ايه من عفة؟ عفة بتتهم امها ان هي اللي ورقت لابوها، ولو فكرنا شويه بس في الكلام ده احتمال كبير قوي ان هي صح. وانت مهتم ليه بالموضوع ده؟ عشان واثق ان سما بريئه. لحظه واحده. اتفضل. الو. اهلا وسهلا. انا دكتور. دلوقتي؟ طب ما ينفعش في التليفون؟ طيب حاضر. ماشي، انا جاي حالا جاي حالا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ان شاء الله هترجع وتنور البيت من تاني. البيت بقى وحش قوي من غيرها. كل حاجة حوالينا بقت وحشة قوي. الدنيا ما بقاش ليها أي طعم. يا رب ربنا فرجه قريب وهتتعدل بإذن الله. وحشتني قوي يا نادي. سما بجد وحشتني. صوتها في البيت وحشني، حضنها وحشني، حتى منقرتها لينا كلنا في البيت وحشتني. أنا مش عارفة هي ليه عملت في نفسها وفينا كده. ليه يا هنادي؟ صغيرة ومش فاهمة، أديها بتتعلم وعلمت فينا. مش عارفة هي مالها عمالة تضيق علينا قوي كده. والله احنا ما عملناش أي حاجة وحشة في حد. استغفر الله العظيم، استغفرك يا رب وأتوب إليك. ربنا كريم، وإن شاء الله إن شاء الله فرجه قريب. أنا طمعانة في رحمته ولطفه وعدله في قضاء. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه. أنا ما بقتش أخاف غير من تخبيط البيبان. قومي افتحي. استني ما أشوف مين. أيوه استر يا رب. خير كفى الله الشر. في إيه؟ ده البيت اللي ساكن فيه الدكتور غازي الوعيد؟ أيوة يا فندم، وأنا مراته. في حاجة؟ في بلاغ من مصحة نفسية بهروب مريضة، وعندنا شك إنها ممكن تقتل دكتور غازي. تقتله؟ ومين المريضة دي؟ اسمها صفوة وكانت مراته. صفوة.
أنا آسفة جدا إني أزعجتك، بس ضروري كنت أشوفك عشان تلحقها. خير يا دكتوره، حضرتك قلت لي مساله حياه او موت، ايه الموضوع؟ صفوة هربت وناوية على قتل جوزها. هربت؟ قتل جوزها مين؟ قصدي اللي كان جوزها، وحسب معلوماتي دلوقتي إنه جوز أخت حضرتك. غازي. وتقتله ليه؟ أنا ما كانش ينفع أقول لك قبل كده، عشان دي كانت رغبتها ودي أسرار مريض. بس في الوضع اللي أنا فيه ده ما عنديش حل تاني. اسرار ايه؟ اتكلمي ارجوكي. غازي هو اللي دمر صفوة وكان السبب في دخولها المصحة. ازاي؟ عمل ايه يعني؟ صورها وهي معاه ومن وقاحته ما كانش جايب وشه في الصورة عشان يفضل مهددها بالفضيحة. صورها وابتزها بالسي دي واخد كل فلوسها. طمني يا دكتور، بصراحة يعني الوضع اللي أنا فيه ده ربنا ما يوريه لحد. والله عندك حق. اسبوعين. تقصد إيه يا دكتور؟ هو العيب فيا أنا؟ مفيش عيب ولا حاجه، اتفضل استريح، مفيش عيب ولا حاجه. اتفضلي. دكتور، والدتها كانت قالت لي ان في حالات شبه كده واتعملت لها عمليه، هو ده ينفع؟ ان شاء الله مفيش عمليه ولا حاجه. حضرتك هتعدي عليها بكره في المستشفى بالورقه دي وان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور انا تمام بجد حبيبي. صلي على النبي يا حبيبي، صلي على النبي يا حبيبي. ابوسك. صلي يا حبيبي، صلي على النبي قدامي حبيبي يا دكتور. ايه ست الحسن والجمال والشاطر حسن عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ الو. ايوه يا خلوص، انا باريسه. ايوه يا زكي، رجعت. امال بكلمك ازاي من النمره دي؟ طمني الاول، الراجل لسه بيدور عليا؟ دكتور، هو حضرتك تعبان ولا حاجه؟ شويه يا حنان. فاضل كام كشف بره؟ 5، بس لو حضرتك تعبان احنا ممكن. لا 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 لا. الناس اللي بره مالهمش ذنب. يلا شوفي مين عليها الدور الداخلي. تحب اعمل لك قهوه؟ يا ريت يا حبيبي. هعملها لك بايدي والله، مش بايد صلاح. ماشي. هوا. حنان. تحت امرك يا دكتور. اخبار خطيبك ايه؟ الحمد لله، هي مزنقه معاها حبتين بس هي ماشيه. خير. اللي ناقصكم انا هكمله، بس انتوا تنيلوا اتجوزوا. ربنا يخليك يا دكتور، احنا مش عارفين نقول لك ايه. ولا تشغلي بالك، انت عارفه انت زي تينا وسما، وانا يهمني ان اطمن عليك يا حنان. طب انا عايزه اطلب منك طلب يعني. انا ناقصني طقم الشوك والسكاكين. طيب حاضر ماشي. وكمان الغساله. ماشي حاضر. والبوتاجاز. ماشي يا حنان خلاص. واستلم الشقه. يلا يا ماما روح اعملي القهوه يلا.
من حق افكر. يا سلام، يوم 2/10 براحتي. المفروض ان انت اول ما تقولي نتجوز اجري اسبقك على المأذون يعني ولا ايه؟ لازم نتفق الاول. مش انا زي اي بنوته في الدنيا وليا طلبات وشروط؟ يا نهار اسود، اقفل دلوقتي، باي باي باي. ثانيه واحده، ثانيه. يا تينا، من امتى بتقفلي على نفسك بالمفتاح؟ البيت فيه ناس غريبه، مش لازم نحرص؟ اف، الريحه الغريبه اللي في اوضتك دي. ده ريحه ايه؟ ده عم مغاوري تلاقيه كان مولع حاجه من شويه، انا كنت فاتحه الشباك. عمر اتاخر قوي. ما تقلقيش يا تينا، ايه الاوفر ده؟ زمانه جاي. اوفر؟ ما انت ببرودك ده لازم يبقى اوفر. نامي نامي عشان تروح مدرستك الصبح. نامي. هنام. صباح على خير. فقعتي قلبي. راحوا فين دول؟ ترى رحتي فين يا لمار؟ خير يا ستي، كفلنا الشر. انت واقفه بتكلمي روحك؟ بنتي هنادي، ما تعرفيش عروسه راحت فين؟ لو النبي ما اعرف يا ستي. امال هتكون راحت فين بس يا ربي؟ قفشتك. بتدوري عملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوه جرح يا حبيبتي، عفريت طلعلك من العلبة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، خضتيني قوي خضتيني قوي. عملة ايه اللي هزورها دي كمان؟ جنيهات وبرايس فضة. ما انا راسية على الفول يا حبيبتي. ايه؟ هزور عملة؟ على فكرة ده شغلي. وكمان بتشتغلي فرع العصابة؟ ايه؟ انت بتقولي ده؟ مش فاهمة اي حاجة. دي فضة اصلي، وانا بنقش عليها وبنحت تراثنا، تراث بلدنا، وبنبيعها للسياح. فهمتي؟ اشتغالة دولي يعني. طيب ما تقولي كده من الأول. تاخدي الزبونة بأخضر، تقلبيه وتلبسيه على إنها آثار، بردك تزويق. أخضر؟ على فكرة انتي بني آدم مش طبيعي، مش طبيعي. على فكرة أنا بني آدمة، أنا واحدة ست. كل ده وتقولي لي بني آدم؟ مش طبيعية على فكرة، مش طبيعية. يوه على فين يا حبيبتي؟ ما ترسيني على الدور يمكن أخدمك. لمار، انت فين يا بنتي؟ انا داخله عليكي. اصل كنت قاعده في اوضتي ولقيت الجو خانقه قوي، فقلت انزل تحت بقى اشم هوا نضيف واشتغل شويه. وايه اللي مشاكي من هنا؟ لقيت الجو هنا خانقه اكتر من اوضتي يا تينا. تحبيني يا حبيبتي اركب لك مروحه سقف عشان تطري على قلبك؟ وعلى ايه يا حبيبتي؟ موجود حضرتك كفايه على فكره. الله، هو احنا هنقبح ولا ايه ونغرس في الحوار؟ بقول لك ايه، الغرسه دي ان شاء الله رجلك هتيجي فيها. البيت ده ليه قواعد واصول، واللي هيبعد عنها هيخش في حيطه سد. كل سد يا حبيبتي وليه خرم، يعمل سرسوب، يخش في النافوخ بشنيور ويزن لحد ما يجن. جن لما هيلخبط لك. بقول لك ايه، اوعي تفتكري ان انا قاعده في قصور وفلل والكلام القلبان ده يخيل عليكي. لا يا حبيبتي، ده انا مش شرابيه، وقت الجد بيطلع القص. تينا حبيبتي، معلش اهدي. وانتي عيب اللي انت بتعملي ده. اتفضلي يا تينا حبيبتي. باردون لمار، باردون. مفيش مشكله حبيبتي. شرابيه وبردون تبقى ازاي دي؟ بانوا على اصلكوا بانوا.
ادي العريس اللي انتوا بتحتفلوا بيه وعاملين له زفه، وشهر العسل ما شفتش منه يوم واحد. يا دي النايبة السودة، الكبير بتاعنا اتضرب يا اخويا. راح فين يا سيد؟ راح فين؟ ما ينفعش نحط ايدينا على خدنا كده يا معلم، ده القضبان، ولو سيبناه على الحال ده المركب هتغرق بالكل. انت نويت على ايه يا ورور؟ القضبان ليه جميل في رقبة رجالة ياما، واللي عليه دين بقى يسده. رجالة مين؟ ودين مين بس يا سيد؟ هو في حباية كده مخلطة ومتنطورة في البيوت يعني، وإنما إيه جحيم حجم عائلي تخلص شهر العسل ده في يومين 2. يا ابني انت فاهم غلط، مش دي الأزمة أصلا. افهموها بقى، القبطان عطلان من العوق اللي حواليه، مش زيكوا جايب كاز ومستني يشحن بحبايه. خسرتي! انت بتتصنطي علينا يا ولية؟ بتصنط يا عيب الشوم، دي الحاره كلها سامعه الحوار كله يا سمك. ايه؟ حارة؟ يا نهار اسود! انت قاعد دوت؟ انت عمركم ما شفتوا راجل امشي يالا. امشي يالا، امشي. تبنا إلى الله. خد مني يا قبطان، العوق اللي مشنكلك ده لازمه رفاعي ينكش ورا الحيه اللي بخ سمها في عبك. على فكرة ايه في؟ لا مش على فكرة. ايه؟ ايه؟ على فكرة. ايه؟ بقول اهو خلاص، البت اللي قلت لكم دوروا عليها، البت اللي ايه دي؟ مشرفة عندي في البيت. ايه؟ واتجوزت عم حافظ. ايه؟ بقول لكم محدش فاهم حاجة. ايه تاني؟ تبنا إلى الله. انا مش عارفه عمي بيعمل كده فينا ليه. لا 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 مش ممكن، كل ما بيكبر عقله بيصغر، وكل بلاويه ومصايبه بتيجي على دماغنا احنا. كل واحد وحر في حياته بقى يا تينا. ازاي يعني حر في حياته؟ احنا مالنا ولا اللي بيحصل ده؟ سيبك من كل القرف ده كله، قولي لي انت عامله ايه؟ انا عامله ايه؟ عامله ايه في ايه؟ حكايتك مع عمر لسه ما اتظبطتش؟ والله انا عملت اللي اقدر عليه. لا تعملي مره واثنين وثلاثه وعشرة. خلاص بقى يا تينا انا تعبت. ده جوزك، اوعي تفرطي في حقك. هو في ايه؟ هو انا داخله حرب؟ انا متجوزه عشان ارتاح مش عشان اتعذب. مفيش حلاوه من غير نار يا لمار. اصلك انت ما تعرفيش، انا رفضت عرسان كتير قوي عشان كنت خايفه من الجواز وحرته ومشاكله ودومته، ودفنت روحي في قلب شغلي ولقيت نفسي لحد ما الصدفه جمعتني بعمر. حبيت وسلمت، وكان املي اني ما اجيش يوم واندم. شوفي يا نمار، عمر تربية ايدي، يعني ابني. هو مش ملاك، لكن برضه عمر مش شيطان، وكان عامل زيك كده بالظبط، خايف من الجواز انه يكون سجن، فكان كل ما يجي يقرب يهرب زي ما انت عملتي مع ابن عمك بالظبط. لكن اول ما شافك رفع ايده كده وقال تبنا الى الله. يا جمال ابتسامتك، ايوه كده، مفيش راجل في الدنيا ابدا يقدر يقاوم الابتسامه دي، وخصوصا من وش طاعم زيك كده. اصل الستات بعيد عنك نكديه قوي حوالينا هنا. يا لهوي يا لهوي، الضحكه ده دي تجيب عمر ارض. انت غريبه قوي يا تينا، ازاي تقدري ترسمي الابتسامه على وش غيرك وانت جواكي حزن وقلق كبير؟ مين قالك ان انا جوايا حزن؟ احساسي، شايفاكي كده لابسه ماسك ومخبيه وراه قلق وحزن، وبتحاولي ترضيني وتهوني عليا. الحقيقه يا لمار انت تخاف منك. بالعكس، انا بقى اكتر حد في الدنيا ممكن تطمني له. انا متاكده من كده، وعشان كده هحكي لك. يا يارا، انا حاسه ان الدنيا بتلف دواير ودماغي مصدعه مش قادره. علشان انت مجنونه.
ما كانش ينفع تسافري. لا طبعا يا هبله، ازاي ما كانش ينفع؟ السفريه دي ضربت بيها 3 عصافير بحجر واحد. اول حاجه نكدت على ماما، تاني حاجه ضايقت بابا، تالت حاجه والاهم عكننت على عريس الغفله. وعملتي ايه معاهم هنا؟ ولا حاجه، شويه زعيق من ماما على شويه شخط من بابا، في الاخر يطلعوا في الحمله ونسيوني كالعاده. ولحد امتى هتفضلي كده؟ يارا بقول لك ايه، مش طالبه صداع خالص، خدي لي الجنب لو سمحت. مش طالبه صداع، انا نفسي اعرف اخره اللي انت بتعمليه ده ايه. عارفه يا يارا لما تبقي مكبوته ومخنوقه وجواكي صرخه نفسها تطلع بصوت عالي ومش قادره، اهو كل اللي انا فيه والبلاوي اللي انا برمي نفسي فيها دي هي الصرخه اللي جوايا. مش احسن ما طق وموت؟ ما تسيبك من الدراما دي، قولي لي لما شافك عمل ايه؟ اتلبش ولا اجدعها حرامي اتمسك في اتوبيس عام. ومراته حست بحاجه؟ طبعا حست بكل حاجه، ده غير ان عمه بقى جه معاه واحده بيئه كده ومعفنه وملبسه كل الحاجه اللي على الحبل، طلعت عينه هي كمان. ده ما كانش شهر عسل بقى، ده كان تأديب واصلاح للدكتور عمر. بقول لك ايه يا يارا، انا عندي صداع ومش قادره، هنخش نريح على السرير شويه. يلا. عارفه انت لازم تتابعي مع دكتور، بعدين حرام عليكي البيبي. اللي هو انت بجد حامل ولا؟ تعالي بس، تعالي ادخلي. ايه تليفوني بيرن، ده اكيد مامي بقى واسئلتها اللي تخنق. يا ستي ما تردي عليها، واحنا بنعمل ايه؟ ما احنا متلقحين في البيت اهو. ايوه يا ماما. ايه ايه ده؟ معقول؟ انت بتتكلم منين؟ انت خرجت؟ طيب انا جايه حالا. باي. حسام يا عفه خرج بيكلمني من البيت دلوقتي. انا همشي دلوقتي وبكلمك تاني. يلا سلام. تفتكر الصراحه فعلا يكون معمول لي عمله؟ لا عمل يا قبطان، عمل قصدي يكون معمول لي عمل. عمل ولا منظور زي ما قالوا، ولا ممكن فعلا يكون التوبه ما بتجوزش في الساونا زي ما قال الجدع قريبك ده، عمك ده، عم حافظ. لا ده عمك انت. ده عم انا. ده عمك انت. ايه الدماغ دي؟ بص يا قبطان، انا عندي حل هجيب من الاخر. انت تطص وشك بشويه ميه. تطص ايه؟ تطص وشك بشويه ميه فتره تفوق على طول. فتره؟ صدق يا بالي فتره فعلا مش مرتاح لك. الله عليك يا قبطان. يلا هات غور من هنا. لا من هنا يا قبطان. طب غور من هنا. طب ماشي. يلا ماشي. سلام. سلام يا قبطان. يلا غور من هنا. ماشي يا قبطان. صاحبنا. ماشي. يلا يا ابني. يا قبطان. 60 داهيه. الواد صلاح اتحول ولا ايه؟ يا صلاح، يا ابو صلاح، انا باريزه. ايه الفصلان ده؟ ايه اللي جاب؟ ومسحوا كرامة اهلي الارض. هم مين دول؟ محروسه مراتك وسنيوره اختك. ليه؟ عملت لهم ايه؟ والله ما عملت حاجه، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح، مني وحدانيه وراجلي بعافيه شويه. اما هو بعافيه. اتجوزتيني ايه؟ حظوظ وعلى راي المثل ضل راجل. بقى اسمعي يا بنت انت، بقى كل اللي بتعمليه ده مفيش منه فايده. ليه؟ عشان خلاص انا مش هغير كلامي، ما عنديش كلام غير اللي قلته. عايزه تتنقلي تاخدي قرشين خديهم وغوري في 60 داهيه، غير عن كده ما عنديش. هتقولي لي بقى السي دي الدي في دي، هقول لك خلاص ما يهمنيش، لان انا ما يهمنيش غير مراتي، ومراتي الحمد لله تعرف كل تاريخي الاسود من قبل ما اتجوزها. لكن مراتك ما تعرفش حاجه تانية يا دكتور، انها لو اتفرجت على السي دي ولا الدي في دي هيبقى لها راي تاني. ليه؟ قول لي انت ليه؟ علشان اللي جوه الدي في دي والسي دي مرات عمك لازم اللي ساكنه معاك في نفس الفيلا وانت عارف وساكت. ساعتها مراتك لما تعرف الكلام ده كله الكلام هيبقى له ولا تانية، صح؟ هقول برضو. تصبح على خير يا دكتور. ايه القرف ده؟
اخيرا يا حسام. انا ما صدقتش نفسي لما سمعت يارا بتكلمك في التليفون. كان هين عليا اخد منها التليفون واسمع صوتك بنفسي، بس لولا بقى انت محرج عليا ان انا ما اقولهاش اي حاجه بينا. وحشتيني. انت شارب حاجه ولا مسطول على الصبح يا غازي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتهزر؟ هي دي حاجات فيها هزار برضه يا عمر. انت مجنون يا ابني؟ انت مش متجوز صفوه؟ يا عمر انت بقالك فترة بعيد، ناسي صحابك، ما تعرفش حاجة عن أي حد. مش فاهم. أنا وصفوة اتطلقنا. طلعتوا؟ انتوا لحقتوا؟ دي النهاية الطبيعية لأي علاقة اتبنت على أساس غلط. غلط؟ انت مش قايل انك بتحبها وهي بتحبك؟ يمكن هي كانت بتحاول تنسى وأنا اللي ما فهمتش. تنسى ايه يا غازي؟ في جو الافلام القديمه دي. انساك أنت يا عمر. بلاش كلام فارغ. دي الحقيقة. وأنا كمان كنت بحاول أهرب من إحساسي باكتفينا. يا ابني بس يا ابني، احساسك بمين؟ اكتفينا دي اختك الكبيره، اختك الكبيره، في فرق سن بينكم. أختك مش كبيرة قوي كده يا عمر. يوه يا غازي، اللي بيني وبين صفوه يا غازي خلص من زمان، فمفيش حاجه تفتكرها علشان تنساها. أنا حكايتي مع صفوة خلصت. أنا جاي النهاردة بكلمك بخصوص حكايتي مع تينا. حكايه ايه يا ابني؟ انا مش مستوعب اصلا ان انت طلقت صفوه علشان تتقدم. غازي انسى الموضوع ده خالص، اكتفينا اختك الكبيره، اختك الكبيره. ده غير ان هي ما بتفكرش في الجواز اصلا خالص، ولا يمكن يخطر على بالها انها تتجوز تاني. انسى الموضوع ده، انساه. لو ما عندكش مانع اعتبرها موافقة. هو انت كلمتها؟ كان لازم اطمن قبل ما احط نفسي في موقف زي ده. قالت لك ايه؟ ما قلتلوش حاجة، مع اني فضلت قاعدة مستنياه طول الليل عشان افتح معاه الموضوع، بس في الاخر ما قدرتش. طب ليه بس يا تينا؟ انت عارفه ان عمر بيحبك قوي، والاكيد انه تهمه مصلحتك جدا، ومش هيقف في وش سعادتك. انا متأكدة من اللي انت بتقوليه ده كله. امال ايه اللي خلاكي ما تفتحيش الموضوع معاه؟ عارفة احساس الام لما تروح تقول لابنها انا عايزة اتجوز؟ ده اصعب احساس بتشوفه الست في حياتها. تينا يا حبيبتي، اولا انت مش ام، انت اخته، والفرق بينكم مش كتير. ما يفرقش كتير على اللي بيني وبين غازي، مش كده؟ ما تحسبيهاش كده بقى. هي ما تتحسبش الا كده. انت بتصعبيها على نفسك قوي يا تينا. يا لمار هي صعبة بجد، صعبة قوي، وانا ما فيش اي حاجة في ايديا غير ان اسيبها على ربنا. ونعم بالله. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. جيت في وقتي. محدش شاف مراتي؟ لا. ولا انت؟ لا. طيب لو حد شافها وجت وقولها انها مستنيها، ها؟ انا هناك، ها؟ عشان هي وحشتني قوي، ها؟ وانا ايه؟ مستنيها. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا اف انا شفته يومين عمري ما كنت اتخيل اني اشوفه. مش مهم يا حبيبي، المهم ان هم عدوا خلاص وانت معايا دلوقتي. قولي لي اخبار البلد ايه؟ هو دلوقتي مهم اخبار البلد يعني؟ المهم ان احنا دلوقتي مع بعض. انا سمعت ان ابوكي اسهمه بقت في العالي قوي. ما اعرفش، ما بسالش، ما بهتمش. سيبك من كل الكلام ده وخليك معايا انا بقى. انت وحشتني قوي. وحشتك؟ امال ليه ما رضيتيش تيجي شقه الهرم؟ عشان انت عارف موضوع شقه الهرم ده بيضايقني قد ايه، والكام مره انا جيت لك فيهم ببقى نازله من عندك متنرفزه. ولا عشان حبيب القلب ما يزعلش؟ هو مش اتجوز؟ حبيب قلبي ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور ابو اللي في بطنك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انت كنت فاكراني اهبل وهتخش عليا الدخله دي ولا ايه؟
انسي يا عفه. سلام. حسام حسام اسحبي لي عينه دم واعملي لي صوره دم واملاح واعملي رسم قلب، يلا بسرعه. وانت شوفي لي مكان في العنايه، اكيد هنعوز لها سرير، يلا بسرعه. والله واتعلمنا نحط رجل على رجل يا فلان. مساله امكانيات يا بص. طب بالمناسبه دي بقى نزل رجلك. حاضر يا بص. هتسوي نفسك بياض ولا ايه؟ مؤاخذه بص. بقول لك ايه يا فلان؟ اؤمر. انت العز مش لاقي عليك. بصراحه بص ولا انت. انت بتقول ايه يا ولاد الكلب، ده انتوا واكلينها والعه. السفينه باريزه. الله 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 الله. مين؟ خلوصي؟ انت واد استحميت. وحطينا جل وكوينا هدومنا ورشينا ريحه ولمعنا الجزم كمان. بس هنروح فين؟ في الشاسيه اللي اتعدل واتفرد ده. تعالي يا روح امك، اقعدي 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 يا اختي اقعدي. خمسة وخمسة يا خلوص. رش لك يا اخويا حصوتين ملح. يا بنت مش خلوص اللي يبص لك يا بنت، خلوص عينه حلوه، وبعدين الشاسيه ده بتاعي حافظه وفاهمه. بقول لك ايه القبل؟ ايه يا اخويا المكنه النضيفه اللي انت جايبنا فيها دي؟ وايه يا اخويا اللي بدل حالك كده؟ هقول لك على كل حاجه، بس نشرب لنا. ما تقوم يا فرانك جيب لنا اي حاجه. ما قدامك كل حاجه يا طب بص. قوم امن يا. حاضر يا بص. الا قول لي يا اخوخ. قولي يا روح قلب خوخه. الراجل ازاي؟ هيجي من ناحيتي ولا لسه؟ راجل مين؟ نيازي؟ بوز الاخس. بصراحه انا مش مركز غير في المنهج اللي قدامي. واضح ان انا اتسرعت وكنت المفروض اعيد حساباتي. انا كنت اعرف يا بت ان في حاجات كده مستخبيه كتير، كنت اتجوزتك من زمان. ما انت يا اخويا اللي مالكش في الطيب. بحسب يا اختي بحسب. ماشي اوكي. لا طبعا هعدي عليكم. مع السلامة. ها ايه اللي حصل؟ عمها باين ولا خالها قلق عليها لما لقى عربيتها تحت ومحدش بيرد، وكلمني طبعا 100 مرة وانا ما بردش، فكسروا عليها الباب. ولقوها؟ جالها باين صدمة عصبية ولا نفسية، جابوا لها اسعاف ونقلوها المستشفى. ايوه ما هي كده هتفوق. لما تفوق؟ طب ما هي لو فات هتتكلم وممكن تبوظ لنا كل حاجه، وطبعا سي عمر ابو قلب حنين ممكن يروح يزورها. طب ما تتكلم ويروح ابو قلب حنين يزورها، وانا كمان اروح معاه. تحب تيجي معانا؟ انا عايز اعرف انت مالي ايدك منها قوي كده ليه؟ سر المهنه بقى يا دكتور. يا ابن اللذينه، اموت واعرف انت عملت لها ايه وصلها للحاله دي. انت ده انت شيطان. لا حلوه حلوه، عجبتني يا ابو جناح اخضر. رسمت لك خريطه للفيلا فوق وتحت، حتى الغفير سنجفت لك اموري معاه. بقول لك ايه يا واد، ما تخليك معايا، مروش كده ليه؟ يا بت احنا مش زي زمان، احنا بنشتغل وقت شغل فيري دينجرس، يعني لازم تخلي بالك من كل حاجه بتعملها. اتفضل يا كيمي، المكان كله نور ثابت الناس. اتفضل يا كيمي اتفضل. ازيك يا خلوصي؟ ازيك يا ناس يا باشا؟ ازيك يا باريزه؟ باشا، والختمه الشريفه كنت لسه جايبه في سيرتك. صح 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 يا باشا صح. شفتي الدنيا صغيره قد ايه؟ ليلتي جايه ومسير الحي يتلاقى. الدنيا دي يا بنت الناس بيبانها منفذه على بعض، ومفاتيحها في ايدين العبد لله. اقعدي اشربي وبلي ريقك. اقعدي. الله. شفتك قاعدة لوحدك قلت اجي اونسك. انكل حافظ، ايه ده؟ هو انا بقيت مشهور للدرجة دي؟ شكلك مش واخد بالك انا بقى مين. الله، هو انت؟ معلش
بس الدنيا منغبشه شويه. سايب عروستك في اول يوم وجاي هنا؟ عروستي هي اللي سابتني. كل الناس بيسيبوني، كل ما يقربوا مني قوي يبعدوا عني خالص. بعد ما شوه علاقتي ببابي كشف لي حقيقته، صومته على الكرسي، خلاني مبقتش طايقه وبكرهه قوي. جاي دلوقتي عايز شوه علاقتي قدام نفسي. قلت لي اتجوزنا، ولا لا شفت لا جواز ولا ورقة ولا حتى مأذون، ولا أعرف حتى هي راحت فين. مش وحشة، مبحبش السهر ولا كان عمري ليا فيه، ولا بحب أسكر ولا بحب الدخان، بس لو ما عملتش كده هيجرى لي حاجة. تفتكر لو قلت له هيعمل ايه؟ تفتكري لو خالد ابني عرف ممكن يبعت لي جواب؟ فضل، لو عايز تمشي انت امشي، انا قدامي شويه كده وهتحرك. سلمى كده شكلها خلعت من بره. روح انت عشان تنام بدري وتيجي الصبح بدري. يلا. واسيبك لوحدك يا استاذه، وده ينفع برضه؟ طول عمرك راجل يا فضل. بقول لك ايه، اعمل لك كوبايه شاي؟ يا سلام، لو عليها عودين نعناع تبقى فله. شجره نعناع لو عايز. كل ده اعمل لك معايا وتعالى نشربها مع بعض. من عيني. وادي الغلايه. وادي الكوبايات. ثانيه واحده اروح اقفل لك الباب عشان محدش يزعجك كمان. ماشي. برضه راحت بالليل؟ هي ما بتحرمش. هترجع ازاي بس؟ دي هترجع ازاي؟ هروح اجيبها طبعا. ماشي، هي عايزه تقلقني وخلاص. لا طبعا هروح اجيبها، ما تقلقيش. حاضر همشي بالراحه. حاضر يا تينا، حاضر همشي بالراحه. ماشي. لا محمد سيدنا محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. فضل، لو سمحت اديني الموبايل من عندك. ايه ده يا فضل؟ ايه اللي عملته ده؟ لما انت عايزه تنسيه كانت باعت تليفون حبيبي ليه وحاطه صورته. انت اتجننت يا فضل؟ انت ازاي تكلمني كده؟ انا اللي بحبك، لا عمر ولا ابن عمك ولا اي حد في الدنيا دي هيحبك قدي. فضل ما تبهدلنيش معاك، انا لمار، انا ما استاهلش منك ده، ما استاهلش. انت تستاهلي الدنيا واللي فيها.